السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالسادة المشاهدين اللي بيتابعونا في حلقة جديدة من قناة ممردي سبورت. حلقتنا النهاردة سنتحدث من خلالها عن كل الأخبار التي تخص الكرة المصرية، ولكن في البداية يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. البداية مع أول الأخبار. وكيل جاكسون موليكا هداف دوري أبطال أفريقيا بالإضافة لهداف فريق الفريق الكونغولي تيتي مازيمبي. وكيل موليكا قال ان الاهلي تقدم بعرض رسمي لجاكسون موليكا ب2 مليون يورو ونصف، ولكن مالك مازيمبي ومالك نادي مازيمبي ممكن ما يوافقش، ودي توقعات وكيل موليكا. امير توفيق بيرد على هذه التصريحات وبيقول هذه التصريحات غير صحيحه ونحن لم نتقدم باي عرض رسمي لجاكسون موليكا. هنشوف الايام القادمه ايه اللي ممكن يحصل. خبرنا القادم صالح جمعه بيقول ان انا مش لاعب في مصر غير في الاهلي، يعني بيوضح ان هو رافض تماما ان هو يتعاقد مع نادي الزمالك او ان هو رافض اي عرض يوصل له من نادي الزمالك، بعد ما رينيه فايلر قال ان انا مستغني عنه ومش عايزه اصلا في الفريق، ودي عروض من الزمالك او ما جاش. هو قال انا مش عايز العب للزمالك بما اني اهلاوي. ثانيا ان انا مش لاعب في مصر غير في الاهلي، واريد الاحتراف واريد العوده للبرتغال لانه قعد فتره برضو في اعاره من النادي الاهلي في البرتغال، فقال انا اريد الاحتراف وجايلي عروض من البرتغال. ده اللي قاله صالح جمعه. الاهلي يحذر سيد عبد الحفيظ انه ما يذيعش حلقه رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي مع الفنان رامز جلال، وحذره وقال له انت ممكن ترجع لقناه الاهلي لو الحلقه اتذاعت ونجيب واحد جديد في منصبك كمدير كوره للنادي الاهلي. بالاضافه المهدي سليمان حارس نادي بيراميدز بيقول ان الاهلي عرض عليا عرض مالي ضخم جدا وانا رفضت قبل توقف النشاط الرياضي، وقال بسبب ان الحارس الاول في بيراميدز ودي فرصه ممكن ما حصلش عليها في النادي الاهلي، في ظل ان في حراس كتيره جدا، ممكن اصلا ابقى تالت مثلا في النادي الاهلي، تاني في الاهلي، وممكن برضه ابقى الاول، بس دي مش مضمونه قوي لان انا رايح فريق كبير بقيمه النادي الاهلي، وانا طبعا دلوقتي فريق كبير نادي بيراميدز، ولكن انا الحارس الاول حاليا وهو متالق مع نادي بيراميدز. شوقي غريب بيقول انصح رمضان صبحي بالاستمرار في النادي الاهلي. ليه؟ علشان هو شايف ان هو هيكون في سهوله في التواصل معاه ان هو يضمه في اي وقت. ثانيا ان هو هيكون بيلعب باستمرار، مش هيكون قاعد على الدكه مثلا. هو شايف كده شوقي غريب ان هو لو راح اوروبا هيقعد على الدكه اكتر من مره، ممكن اصلا يعني زي ما كان في هاردسفيلد وزي ما كان في ستوك سيتي بينزل على فترات يعني كتيره جدا جدا جدا، فبالتالي هو بينصحه ان هو يستمر مع النادي الاهلي. مدير الكره بنادي الاتفاق السعودي بيقول ان احنا لن نتفق على اي قرار مع وليد ازارو، ولا ان احنا نشتريه نهائيا، ولا ان احنا نجدد اعارته، ولا اي حاجه. احنا لن نتفق على اي قرار مع وليد ازارو. خبرنا القادم بالتاكيد محمد شيحه وكيل اللاعب باهر المحمدي باك رايت وسيرد باك ولاعب وسط ملعب نادي الاسماعيلي. باهر المحمدي للاعب الجوكر الصراحه. باهر المحمدي محمد شيحه قال عليه ان قيمته توصل ل 200 مليون جنيه وعقده مستمر ل3 سنوات، فمن الصعوبه جدا 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 ان الزمالك او الاهلي يتعارضوا معاه في هذه الفتره، والاسماعيلي مش هيوافق لان قيمته اصلا مش هتخلي الانديه تتفاوض معاه اصلا من البدايه. المستشار مرتضى منصور يؤكد ان بعض رؤساء الانديه خلي بالك بقى من كلمه بعض رؤساء الانديه اليوم سيجتمعوا مع وزير الرياضه. ليه؟ لان رؤساء الانديه اللي هيجتمعوا دول منهم المستشار مرتضى منصور ومنهم كل الانديه اللي مش موافقه على ان هي تكمل الدوري، لانهم كمان في خبرنا الاخير ده يعني عايزه اوضح لكم حته مهمه، لان وزير الرياضه اصلا اجتمع باتحاد الكوره، ولما اجتمع اتحاد الكوره واللجنه الخماسيه برئاسه الجنايني مع وزير الرياضه الوزير اشرف صبحي، الاثنين لما اجتمعوا شافوا ان هم عايزين يعودوا للدوري، والمستشار مرتضى منصور شاف ان هم عايزين يعودوا للدوري. فالمستشار مرتضى منصور عمل اقتراح النهارده يوم الثلاثاء هيعمل اجتماع مع رؤساء الانديه اللي مش عايزين يكملوا الدوري. خلي بالك من الجمله دي، اللي مش عايزين يكملوا الدوري. ليه بقى؟ علشان يخلي ضغط كبير جدا على اتحاد الكره والدوله ان هم ما يكملوش الدوري. ده اجتماع رؤساء الانديه اللي ان شاء الله هيجتمعوا النهارده، زي مثلا الاسماعيلي، زي المقصه، زي
الانديه اللي مش عايزه تكمل الدوري، او اللي خايفه من الهبوط، او اللي خايفه ان هي ما تشاركش في بطولات افريقيه وهي فرق كبيره، او ما خايفه ان هي ما تشاركش في البطوله العربيه وهي فرق كبيره ايضا يعني. ده المستشار مرتضى منصور وده اللي قاله. دي كانت كل اخبارنا، انتظرنا في حلقات قادمه، والحلقه الجايه ان شاء الله هتكون مهمه جدا 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 عشان هنقول لكم، ويعني هنقول لكم عن كل الصفقات التي يحتاجها الاهلي والزمالك، وكل الصفقات بجد بجد يعني بالاسامي. فخليك معانا لنهايه الحلقه القادمه. ودي انتهت خلاص. يا ريت بقى تدعمنا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ويوصلك الحلقه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.